حبايب قلب عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هنجرب فيه الميك اب بتاع جولد بيوتي. هنستخدم كل الحاجات دي، واللي ما يعرفش ان جولد بيوتي دي براند مصريه، فتعالوا بقى نجرب المنتجات بتاعتها واقول لكم رايي فيها. اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو تظبطوني كده بلايك، تشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه عشان وحشتوني جدا. ولو مش لاقيين حاجه تكتبوها سيبوا لي كده قلب ازرق قمر زيكم، ويلا بينا نبدا الفيديو. نبدا باول حاجه وهو الفاونديشن، وده كده شكل الفاونديشن بتاع جولد بيوتي. بصوا شكله قمر قوي، والازازه بتاعته ازاز، والماتيريال نفسها بتاعت الغطا والحاجات دي حلوه قوي. وده كده شكل العلبه بتاعته، معايا درجه 2 ودرجه 3. خليني اعمل لكم سواتش منهم، بس انا عارفه درجتي لان انا جربته قبل كده. درجتي فيه اللي هي رقم 3 2 شويه على بينك. خليني اوريكم، دي كده درجه 2 ودي كده درجه 3. اوكي، فانا الدرجه دي هي المناسبه. تعالوا نستخدمه، وانا بستخدمه بقى هكلمكم عليه لان انا جربته قبل كده. انا مش حاطه برايمر ولا اي حاجه، كل اللي انا حاطاه كريم مرطب. الفاونديشن خفيف قوي قوي على البشره، ما بتحسوش انكم حاطين حاجه. التغطيه بتاعته يعني اقل شويه من متوسطه. هو كل اللي بيعمله ان هو بيديكي توحيد كده للبشره، بيبقى شكله حلو قوي ومناسب للبشرات العاديه والجافه، وكمان على فكره الدهنيه حلوه قوي لان هو خفيف، انتوا بتحسوش ان انتوا حاطين طبقه منه. فانا بالنسبه لي الفاونديشن عجبني قوي، وغير كده ما بيخشش كمان في الخطوط، ودي حاجه ابهرتني جدا جدا جدا. يعني الخطين اللي عندي دول اي فاونديشن بيخش فيهم، لا ده ما دخلش معايا في الخطوط ولا اي حاجه. فعجبني قوي الفاونديشن ده، والدرجه بتاعته قمر زي ما انتم شايفين كده. هي هتبان لكم فاتحه وش، يعني هي لازم تبان لكم فاتحه، بس هي في الحقيقه لوني بالظبط. هستخدم بقى كونتور كريمي كده من عندي، لان انا مش معايا كونتور كريمي من جولد بيوتي. وهستخدم الليب جلوس ده بتاع جولد بيوتي، هستخدمه كبلاشر كريمي لان انا برضو مش معايا بلاشر كريمي. خلينا نحط كده ايه منه حبه. مقفش ولونه عسل. وبرضو هاخد كونسيلر، ودلوقتي هثبت بقى الوش كده كله. بصوا انا هقرب لكم عشان تشوفوا شكل الفاونديشن بعد ما حطينا عليه كونتور، وكمان حطينا بلاشر كريمي وكونسيلر وثبتنا بالباودر. بص شكله عامل ازاي، خطير خطير، ناعم جدا على البشره، شكله حلو جدا. بتقدري تدمجيه او تحطي منه طبق تاني، وغير كده بتقدري تدمجي عليه حاجات كريمي، لان في فاونديشن كده معينه ما بتقبلش ان انت تحطي فوقيها حاجات تاني. لا ده خفيف قوي على البشره، وبصوا شكله حلو قوي. خلاص خلينا بقى نكمل. احط كونتور كونتور باودر. بقى للبلاشر الباودر، بصوا معايا الباليت دي كده فيها 6 درجات، والست درجات احلى من بعض. ده كده شكل الدرجات من جوه، شكله قمر كده ودبدوبه عسل قوي. ده كده شكله، بصوا الدرجات بتاعته، بصوا ودي الدرجات بتاعته. بس انا عجباني قوي الدرجات اللي هنا، وهي دي اللي هستخدمها. انا خدت من كل الدرجات، بصوا تحفه. بالنسبه بقى للبلاشر بتاع جولد بيوتي، خطير حلو قوي. البيجمنت بتاعته متوسطه، مش اللي هي البيجمنت التقيله قوي اللي بتحطيها وما تعرفيش تحركيها من مكانها، لا يعني متوسط كده، وبتقدري تدمجيه بتقدري تزوديه، بيندمج على الوش حلو قوي. فبصراحه اي واحده منهم حلوه قوي قوي قوي. ونيجي بعد كده بقى للهايلايتر بتاع جولد بيوتي. ده كده بيكون شكلهم نفس الاشكال بتاعه البلاشر. ده كده اول شكل، بصي نعومه الهايلايتر، بصوا. هي طبعا الدرجات كلها فاتحه عليا لان انا بشره قمحي، والاتنين باليت فاتحين جدا جدا عليا، بس انا هستخدم اللي هي الدرجه اللي على روز دي كده سيكه. وهاخد اول حاجه الدرجه دي واحطها في مدمع العين عندي، بصوا النور اللي بيديه. وبرده من نفس الهايلايتر كده احط تحت الحاجب. وهاخد بقى الدرجة دي، هي دي اللي هستخدمها على الوش عندي. بصوا النعومة والقمر والحلاوة.
بالنسبه للهايلايتر ناعم جدا خطير، ما فيهوش جليتر خالص زي ما انتم شايفين، بس هي الفكره ان الدرجتين اللي معايا دول مناسبين بس للبنات البيضه، لكن البنات القمحي اللي لوني كده او حتى الاغمق مني مش هيبقوا مناسبين قوي معاهم الدرجات دي، فاتمنى يكون في درجات هايلايتر غامقه تبقى مناسبه لينا. تعالوا بقى نروح للاي شادو. كده باليت الاي شادو اللي معايا من جولد بيوتي، ده كده شكلها ودي الدرجات بتاعتها، بيكون فيها فوق كده 2 هايلايتر وكمان درجتين ينفعوا بلاش قوي حلوين جدا. فتعالوا بقى ايه نعمل بيها لوك. اول حاجه هاخد الدرجه دي اهي، هستخدمها كلون انتقالي على الجفن الثابت عندي هنا كده. بصوا رغم ان اللون اللي خدناه فاتح بس البيجمنت بتاعه حلو قوي. هحطه كده على كل الجفن عندي، وكمان هحط منه شويه تحت العين. بعد كده هاخد كحل ازرق واحط بقى كحل كتير ازرق جوه العين وانزله عند خط الرموش كمان. بعد كده هصغر بقى الفرشه شويه وهاخد الدرجه دي كده واغمق كده بيها اخر العين شويه، وبرضو احطها تحت العين. هرجع بقى لفرشة الدمج الكبيرة وندمج بقى كل الاطراف كده مع بعض، وهنا كمان هاخد بعد كده بقى فرشة تكون مبططة وهاخد اللون الشمر ده وهبتدي اوزعه كده على اول العين لغاية نص العين بالظبط. بعد كده هرجع تاني للهايلايتر وهاخد الدرجة دي كده، وعايزة ازود اللمعة كده اللي في مدمع العين وادخل كده بيها جوه شوية على اول العين. هنيجي بقى دلوقتي للروج، وتعالوا نجرب الاول ال6 درجات كده دول من الليب جلوس، هما من 1 ل6 فخلينا نجربهم كده بالترتيب. بصوا ده كده بيكون شكل الليب جلوس ده كده، وده كده شكل الابليكاتور. خليني بقى اعمل لكم سواتش على الايد برضو اهو. دي كده رقم 1، دي كده رقم 1 وده شكلها على الايد، ودي كده رقم 2 وده السواتش بتاعها بصوا قمر، ودي رقم 3 خطيرة وده كده السواتش بتاعها على الايد تحفة، ودي رقم 4 وده السواتش بتاعها الدرجة دي كده خطيرة، ودي كده رقم 5 وده كده السواتش بتاعها على الايد تحفة، نود زي ما الكتاب ما بيقول، نود يعني. ودي كده درجة 6 تحفة تحفة. بصوا ده كده السواتش بتاعها على الايد خطيرة. بصوا كده جربنا ال6 درجات. تعالوا بقى اكلمكم عن ليب جلوس. ده خفيف جدا على الشفايف، مش بتحسوا ان انكم حاطين طبقه جلوس كده اللي هي بتبقى مدهننه او مزبده كده وتقيله على الشفايف، لا هو خفيف جدا على الشفايف، حتى اللمعه بتاعته شويه اهدى من الليب جلوس العاديه اللي بتبقى برده الجلوس بتاعه تخين، فاهمين قصدي؟ يعني بصوا ده كده شكله على الشفايف وحلو قوي، وحتى لما بيروح بيسيب تنت كده على الشفايف، فخطير قوي الليب جلوس ده بتاع جولد بيوتي. وفي كمان 2 ليب جلوس برضو من جولد بيوتي، تعالوا نجربهم واعمل لكم سواتش ليهم. بصوا دي كده شكل درجاتهم من قريب، معايا درجة 6 ودرجة 4. هنجرب الاول درجة 4 بصوا شكل الابليكاتور عامل شوية زي رجل الحصان كده، بصوا عسل قوي. دي كده درجة 4 خطيرة خطيرة خطيرة. دي كده رقم 4 خطيرة. وهنجرب دلوقتي رقم 6 برضو نفس الابليكاتور القمر ده، بصوا الدرجة وحلاوتها خطيرة. استنوا نسيت اعمل لكم سواتش على ايدي. بصوا دي كده رقم 6. في بقى ارواج عايزة اوريها لكم قمر. بصوا دول كده 6 درجات ارواج صغننين قوي. بصوا اول واحد ده كده ليب جلوس شفاف خالص، وده كده في زي شمر وكمان بيدي لون بينك زي الفرشه بتاعته كده. وفي بقى 4 درجات روج احلى من بعض، بصوا الحلاوه. هنجربهم بقى في فيديو 5 من ليب جلوس. خليني اوريكم الشفافين حاطين جواهم حاجات كده قمر قوي. بصوا دي ليب جلوس بتدي بس لمعه للشفايف، ما بتديش لون ولا اي حاجه. بصوا الحاجات القمر اللي حاطينها جواه عسل قوي. والليب جلوس ده بقى انا جربته وحلو جدا جدا جدا، بس هو فعلا بيرطب الشفايف،
يعني انا لما جربت اول مره كنت مجرباه بالليل ونمت، صحيت الصبح اكني كنت حاطه ليب بالم او زبده كاكاو زي ما احنا ما بنقول. فدول بالنسبه لي عجبوني قوي قوي، ما بدوش اي لون ولا اي حاجه، بس بيدوا ترطيب عظيم. في بقى اللي بيدوا لون يعني ترطيب ولون، اللي هم ده كده بيكون شكلهم، ده بيكون شفاف وده بيكون فيه زي شimmer كده. والاتنين بصوا زي ما انتم شايفين الفرشه بتاعتهم لونها بينك، فمعنى كده ان هم بيدوا لون بينك عسل، بيدوا لون بينك حلو جدا. فدول برضو كانوا قمر قوي. في كمان بقى الدبل تاتش بتاع جولد بيوتي، خليني اعمل لكم بقى سواتش ليهم على ايدي كده. معايا رقم 110 و109 و111 و101. خلينا نجرب 101 بس، دي اكيد هتبقى فاتحه عليا. ده كده بيكون شكلها، جزء بيكون مات والتاني بيكون فيه جلوس كده. دي كده درجة 101 من الدبل تاتش. في كمان 111، الدرجة دي عظيمة قوي قوي. دي كده درجة 111 وده كده السواتش بتاعها. في بقى الاتنين دبل تاتش التانيين دول، هو مش جلوس شفاف اوكي، بس هم حاطينه جلوس كده فيه لون، وكمان فيه زي شيمر صغنن قوي. يا رب يبقى واضح لكم، خلينا نقلبه اوكي. فخطيره برضو الفكره دي. هجرب لكم دلوقتي درجه 109. بصوا دي كده درجه 109 اهي، ده المات وده الشيمر هنا. بصوا هنا الدرجه هي بتاعت 110 الجلوس والمات بتاعها. نسيت اقول لكم بس حاجه على الفاونديشن بتاع جولد بيوتي عشان نقفل بقى الريفيو بتاعه، ان هو بيأكسد درجه. يعني انت لو هتروحي تجيبي درجتك هاتي درجه افتح منك، عشان هو بيأكسد يعني بيغمق درجه اوكي. فبس دي عشان خاطر ايه ما تجيبوش درجه وتغمق عليكم. بس كده يا حبايب قلبي، ده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تثبتوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتسيبوا لي كومنتاتكم حلوه. ولو مش لاقيين حاجه تسيبوها سيبوا لي كومنت كده بقلب ازرق كده جميل. بس كده يا حبايب قلبي، اشوفكم فيديو جديد. باي.